ممكن تعدي عليك لحظة تعبان قوي، قول ارحمني، قول أعني، قول ساعدني، قول اسندني، قول غيرني، قول كل الكلمات اللي من النوع ده. بس بلاش تقول كفاية بقى. هتقولي ما هي لا مش هي. لما تبقى تعبان قوي بلاش تقول كفاية، لأنك فيها نغمة الاعتراض. أنا دايما أفتكر واحدة كانت خادمة غالية علينا وراحت السما، مرة في اعترافها قالت لي كده، هي اللي نبهتني للمعنى ده. كانت عندها مرض صعب قوي ومتألمة جامد، وبعدين بكت كده في الاعتراف وبتقول لي ايه، انا زعلانة من نفسي جدا، مرة من شدة الوجع بالليل قلت له ما كفاية بقى يا رب. قالت لي بعد كده قعدت اعيط للصبح عشان قلت الكلمة دي. قلت لها امال كنت بتقولي ايه؟ قالت لي طول الوقت كنت بقول له اشكرك. مرة فلتت كده، طبعا انا خدت درس. كفاية بقى كأنك مستغلط ربنا. هو يعني ربنا مش حاسبها، هو عارف انك تعبان وعارف انك موجوع، وهو على الصليب جنبك موجوع اكتر منك، متألم اكتر منك، بس ساكت. ما قالش كفاية بقى، بس قال له إلهي إلهي لماذا تركتني، لكن ما قالش كفاية. إذا قول ارحمني إن شاء الله مليون مرة، قول اسندني، ساعدني، انجدني، قول كل التعبيرات اللي فيها صراخ دي تفرح ربنا. بس بلاش توصل لكلمة كفاية. كفاية مش حلوة.